غابت الشمس في سماء واسط على فاجعة جديدة لم تشرق إلا على حزن كبير. حريق ضخم التهم هايبر ماركت في واسط بدد النزهة وحولها إلى نواح وعويل. عشرات الضحايا قضوا أو أصيبوا في الحريق. هي فاجعة بكل المقاييس الإنسانية، فحين تسكت جميع الأصوات يكون صوت الموت هو السائد. النار لم تستثني أحدا، لم تشفع للأطفال براءتهم ولا للكبار نزهتهم. الكل في نظر النيران المشتعلة سواسية. أما الجاني فلا يختلف عن الجنات في جميع الحرائق التي قتلت ولا زالت تقتل العراقيين في كل محافظة ومدينة وقضاء. الجاني كالعادة هو الإهمال الذي يرتدي قناع الجشع مما لا يهتم إلا لزيادة ثرواتهم، وإن كانت على حساب الأرواح. الرقابة على شروط السلامة غائبة كالعادة. الرماد وحده شاهدا على بشاعة الجريمة. التعازي وإعلان الحداد لم يعد الحياة للأموات. التحقيق لم يحيي الموتى. القبض على الجنات أو ملاحقتهم قضائيا لم يطفئ النار المتأججة في صدور ذوي الضحايا. هل سيكون هذا الحريق جرس إنذار الذي ينهي مرحلة الإهمال؟ هل تصحو ضمائر الجهات المسؤولة وتعطي أرواح الأبرياء مساحة في تفكيرها، أم إن الحرائق ستواصل التهام العراقيين؟ من يدري، هو السؤال طرحه أرواح الضحايا على الجهات المعنية.